انا كنت مستني ناس كتير تشوفني عشان اعمل الفيديو ده او سلسله الفيديوهات دي، بس انا حاسس ان ده احسن وقت نعمل فيه الموضوع ده. هو ان انا اعلمكم ازاي تصوروا بالكاميرا لو انتوا اول مره تمسكوا كاميرا، يعني قاعد بقى ايه بعمل افلام قصيره وبتاع وبتكلم عن الكاميرات وكده. نسيت اصلا ان انا المفروض اعلمكم ازاي تستخدموا كاميرا لاول مره. انا مش احسن واحد بصور في العالم ولا بتاع، بس دي شويه اساسيات في التصوير لازم تتعلمها لو انت اول مره تمسك كاميرا. ماشي، نبدا بسرعه كده بالثلاث ادوات الاساسيه بتاعه الكاميرا، وهما احفظ معايا بقى كده، احفظ شاتر سبيد، ابيتشر او فتحة العدسة، والايزو. حفظتهم؟ طب سمع يلا. كانوا ايه؟ ايوه، شاتر سبيد، فتحة العدسة، ايزو. بالظبط، التلات اعدادات الاساسية دول موجودين في اي كاميرا احترافية او اي كاميرا فوتوغرافية. عشان تعرف تستخدم الاعدادات دي فانت لازم تجيب بكرة الكاميرا، بتلاقي بكرة كده فوق، لازم تجيبها على وضع الام ده اللي هو مانوال، والوضع اليدوي اللي انت بتتحكم في الاضاءة يدويا. والتلات اعدادات دول كل واحدة منهم بتتحكم في الاضاءة، بس كل واحدة منهم ليها حاجة مختلفة غير الإضاءة. أول حاجة معانا وهي شاتر سبيد. شاتر سبيد اللي هو سرعة التقاط الصورة، أو الصورة دي اتاخدت في كام ثانية أو كام جزء في الثانية. محتاج حاجة اسمها شاتر. الشاتر ده بيقفل ويقفل، يقفل ويقفل. بيقفل ويفتح امتى؟ لما ياخد الصورة. شيء قافلة وفتحة كده يبقى خد الصورة. فايه، انت ممكن تتحكم في السرعة دي، يعني تقدر تاخد الصورة لحد 30 ثانية. ممكن تقعد 30 ثانية في صورة واحدة بس. دي بقى بيعمل ايه؟ كل بقى ما وقت الصورة يزيد، كل ما هتاخد إضاءة أكتر، كل ما هتاخد إضاءة أكتر، كل ما الصورة تطلع مهزوزة أكتر. إن إيه، أنت الوقت بقالك نص دقيقة قاعد تاخد في صورة، فأنت لو هزيت الكاميرا ولا أي حاجة الصورة تتهز طبعا. ماشي. والعكس بقى، لو أنت علت الشاتر سبيد، أنت مثلا عملت الشاتر سبيد على 1/1000 جزء من الثانية، 1/1000 جزء من الثانية، وفي 30 ثانية، وفي بقى أرقام كده هتعرفوها مع الاستخدام. عندك بقى من أول 30 ثانية لحد 1/4000 جزء من الثانية. ماشي. معظم الكاميرات كده، يعني في كاميرات تانية بيبقى فيه حاجات مختلفة. قلنا أهو، هو اللي بيتحكم في سرعة التقاط الصورة، تاخد الصورة في كام ثانية أو تاخد الصورة في كام جزء من الثانية. حاول إيه، لو أنت مثلا بتصور على 1/250 جزء من الثانية أو 1/200 جزء من الثانية، حاول تستخدم ستاند عشان الصورة متطلعش مهزوزة وكده. لو أنت بقى بتصور في إضاءة كويسة بقى ومعاك تقدر تعلي شاتر سبيد براحتك، فعادي يا باشا، كان جلد كده اهو، خلاص الدنيا حلوة. عندك بقى اللي بعد كده وهو فتحة العدسة أو أبتشر. فتحة العدسة هي اللي بتتحكم في فتحة العدسة طبيعي، يعني عايز ايه؟ فتحة العدسة تكون في حاجة في العدسة مش في الكاميرا. في شاتر سبيد والأيزو حاجتين في الكاميرا. فتحة العدسة دي بقى في العدسة. في عدسات تبقى فتحة العدسة بتاعتها كبيرة، وفي عدسات بتبقى فتحة العدسة بتاعتها صغيرة، على حسب سعرها بقى وعلى حسب استخداماتها. ناس بتحب تستخدم عدسات العدسة بتاعتها كبيرة جدا عشان تديك عزل أكتر، أكلمكم عن الموضوع ده دلوقتي. في ناس بتحب تستخدم فتحة العدسة صغيرة عشان تصور بقى المشهد كامل، تجيب لك بقى إيه كل التفاصيل، أكتر تفاصيل ممكنة يعني. بص بقى، فتحة العدسة هي دايرة بتقفل وتفتح، أنت بتتحكم فيها. طبعا كل ما تقفل الدايرة كل ما الإضاءة بتدخل أقل، كل ما تفتح الدايرة أكتر كل ما الإضاءة تدخل أكتر. في حاجة بقى تانية بتعملها فتحة العدسة وهي العزل أو البوكيه. شايف العزل ده؟ هو مش كتير برضه العزل هنا عشان انا مصغر فتحة العدسة اللي عندي شوية، بس فتحة العدسة بتتحكم في العزل ورا. ممكن فتحة العدسة 1.8 تديك عزل كبير جدا، فتحة العدسة 1.4 أو 1.2 تديك عزل أكبر بكتير. في ناس تستخدم فتحة عدسة كبيرة جدا، في فتحة عدسة F22 هي فتحة العدسة الرمز بتاعها F، بقى F الرقم F بقى 2.8 F. كل ما الرقم بيقل كل ما فتحة العدسة بتكون أكبر، كل ما الرقم بيزيد كل ما فتحة العدسة بتكون أصغر. ماشي، متلخبط شوية بس هتتعودوا عليها. عندنا بقى آخر حاجة دلوقتي وهي الأيزو. الأيزو بقى، الأيزو ده هو حساسية السنسور للضوء أو حساسية الكاميرا للضوء. السنسور هو الكاميرا. بص، السنسور جوه الكاميرا هو الكاميرا كلها، سنسور باظ الكاميرا باظت. فالأيزو بقى هنا مشكلته في النويز، لأن إيه، السنسور بيتعب عشان يديك الضوء،
يطلع كل الاضاءة اللي يقدر يطلع لها عشان الصورة بتاعتك تبقى مظبوطة. بس في الاخر اللي بيحصل بيطلع لك نويز او نقط في الشاشة او كده او تشويش. بس انت لو عايز صورة نضيفة، صورة كويسة كده، فانت هتضطر تقلل الايزو. فالايزو ده دايما بيسيبه خيار اخير كده اهو، لو احتاجته قوي. كل ما لو مثلا انا عايز فتحة العدسة قليلة او عايز شاتر سبيد عالي، فبحاول ازود الايزو شوية عشان اظبط الاكسبوجر بتاع الصورة اللي هو الاضاءة الصورة. فاظن بقى فهمتوا التلات اعدادات دول. مش تعالوا بقى نعمل امتحان صغير كده. قول لي بقى يا باشا، شاطر عالي احتاجه امتى؟ ايوه صح، لما اكون بصور حاجه تتحرك بسرعه. طب انا عايز فتحه عدسه صغيره، دي بستخدمها امتى؟ ايوه لما اكون بقى عايز تفاصيل اكتر، لما ابقى مش عايز عدسه. طب دي بتعمل ايه بقى لو انا عملت فتحه عدسه صغيره؟ ايوه بتقلل الاضاءه. طب امتى اعلي الايزو؟ لما يكون بقى ايه؟ ايوه معايا شاتر سبيد عالي او فتحه عدسه صغيره. بالظبط كده، ما انتوا كويسين يعني. فخلاص كده بقى، عايز تمشي براحتك، عايز تقعد والله احنا موجودين. بس اهم حاجه بس ايه، تنزل بس لو سمحت تشترك في القناه كده وتعمل لايك وتظبط الدنيا كده. وبراحتك بقى خد لفه في الحساب، عايز تمشي عايز تتفرج شويه براحتك. يلا مع السلامه.